انك بتحلم تدرس في المانيا وفاكر ان حاجات كتير موقفاك زي اللغه، المصاريف، الاوراق، وشايف الموضوع كله معقد. لكن الحقيقه اللي ناقصك مش كل ده، اللي ناقصك ان حد يقعد معاك ويفهمك ازاي تقدم، ايه هي الشروط، وايه الخطوات اللي محتاجها. طب لما تتقبل هتقعد فين وهتصرف قد ايه. واول ما تعرف اجابه الاسئله دي هتكتشف ان الموضوع ابسط مما تتخيل، بس هتلاقي فين حد يقعد معاك ويفهمك نقطه بنقطه. تعال اقول لك، جامعه كونستراكتور، الجامعه الاهليه رقم 1 في المانيا، جايه مصر اخر الشهر في ايفنت خاص بيها عشان تقعد مع الطلبه المهتمين اللي زيك وتجاوب على كل اسئلتك. ودي مش جامعه عاديه، لانها من احسن 500 جامعه في العالم، وعندهم كليات متصنفه من احسن 150 على مستوى العالم، وده في تخصصات مهمه زي الهندسه، الكمبيوتر، وعندهم كل التخصصات الاساسيه، وطبعا الروبوتات والانظمه الذكيه، العلوم، الاداره المستدامه وغيرها. والمفاجاه ان الدراسه كلها بالانجلش، يعني تقدر تسافر قبل ما تتعلم الالماني. لكن خلي بالك، حضور الايفنت بعدد محدود، فلازم تسجل من اللينك الموجود هنا في الاكونت، اختار كونستراكتور يوني واملى الفورم، وهيتواصلوا معاك عشان ياكدوا انك هتحضر. ولو عندك اي سؤال تقدر تبعت لهم على واتساب على الرقم ده. والايفنت هيتعمل في التجمع وفي اسكندريه، والحضور مجاني بالكامل. مستني ايه؟ الجامعه جايلك مخصوص من المانيا، مش هتلاقي ده كل يوم.